السؤال الأول يا شيخ، بعض الشباب أصلح الله حالهم يطعنون في الشيخ ربيع حفظه الله وينفرون الناس عنه وما نقموا منه إلا أنه يحذر من بعض المخالفين أصحاب المناهج المنحرفة، فما نصيحتكم لهؤلاء الشباب شيخنا؟ نصيحة للشاب ألا يرتب نفسه بحثا تناقض الآخرين، بل ينبغي أن يحرص على استحضار العلم، ولا شك أن أشرف العلوم وأعظمها فائدة وأجلبها لكل خير شقاء الله وكرم رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ما أشكل عليه من عليها يقرأ عن معاني الآيات تفاسير تفسير القرآن، عن معاني الأحاديث كلام الشراح إذا عند القرآن أو انتهى. ثم فيما يتعلق بالشيخ ربيع هذه المدخل رجل صاحب السنة جميع في التحذير من الضلالات، وما يحذر من بعض الناس ولا يحذر إلا ممن يعلم أنه ليس على منهج سليم. أعرف الرجل معرفة جيدة وأعرف حق مثلها وقبلها الملقب محمد أمان اللي يسمى الجامعي، وهو عصره من اثيوبيا ودرس الفكره في الادبيات فتخرج من الجامعه فيه خير كبير، ولا شك ان اي واحد منا ليس بمقصود، لكن كما قال الشاعر تفرغ مثلا تعطى العالم لعند العلم، لكن هؤلاء اصحاب العقيده لا يخشى منهم ان يسهلوا للناس الجرائم والطرق المؤدية للشرك أو إلى ارتكاب المحرمات ولله الحمد. وقد السنة قد يكون في بعض الحجة الكلام ينبغي لطالب العلم أن يحرص على تحصيل العلم من أهله، ولا يكون مرتاحا لباقي حضارات. وكان أقسم على الشيخ ربيع هاشمي ونشيط ولله الحمد في بلده وكتاباته وأعماله بهذه الدعوة، وهو تخرج من الجامعة الإسلامية في المدينة، وهو تخرج من المعهد العلمي، والمعهد العلمي كما هو معلوم دروسه في العقيدة، يدرس في العقيدة في كتاب التوحيد للشيخ الإسلام محمد بن وهاب، ثم يدرس العقيدة الواسطية للشيخ الإسلام ابن تيمية الحموية لغير ذلك في الحديث وفي الفقه من الفقه الشرعي الأول. هذا ثم من الكلية في الجامعة الإسلامية التي كان يعقدها الشيخ طيب بن باز رحمة الله عليه. فرجل ولا أدري كثير نسأل الله أن يوفقني وإياه وإياكم بما يحبه ويرضاه. ونصيحة الإسلام أن يحذر من التطوعات ومناسبة ثقافاتهم. هذا شيء لا فيه الإنسان ما يكون في عينه. والنبي أخبر أن من تتبع عورات الناس تتبع الله